السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم اصلح من شأننا وبارك في هذا العمل واجعله خالصا لوجهك يا رب. موضوع النهاردة يعني اللي كان أوحلنا بموضوع هو حديث سيدنا حنظلة لما كان بيحكي وكان بيقول نافق حنظلة. فخلينا نبدأ بالحديث. إن حنظلة الأسدي وكان من كتاب رسول الله. رسول الله كان متخذ كتبة، الناس بيكتبوا الوحي، فكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، يعني كأنها قدامنا، كأننا شايفينها. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، يعني لعبنا معاهم وانشغلنا بالدنيا وأزواجنا وأولادنا. وعافسنا الضيعات دي يعني الضيعة يعني الأرض، انت ليك أرض أو ليك ملك فاهتميت بيه وبشأنه يعني. عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إن لنلقى مثل هذا، يعني احنا اللي انت بتحسه ده احنا بنحسه برضه. اثبت عشان اعرف اقرا. فقال أبو بكر: فوالله إن لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ أنت بتقول إيه أو قصدك إيه؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عفسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده بسم الله الرحمن الرحيم. إلا لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصفحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. قالها 3 مرات. الحديث في صحيح مسلم. فكان الموضوع اللي احنا بنقوله أو اللي احنا نتكلم عنه النهاردة موضوع الفترة بالتاء، اللي هو الفتور. لما انت تبقى ماشي في دنيتك وتحس اللي هو انا عايز اموت دلوقتي، انا كفايه كده خالص، ولا عاده ولا قادر انزل الصلاه، بقوم بالعافيه بجرج رجلي عشان افتح المصحف. بتحاول تحفظ وتراجع لحفظك مش عارف، عندك دروس بتذاكرها مش طايق، يعني الحاله العامه دي يعني دايما احساسك كده اللي هو كان ايه، يعني مش متاثر زي قبل كده وانت بتسمع قران مثلا، وانت بتصلي وانت يعني حاسس ان هو ايه، شعورك مش موجود في الفتره ديت، في وقت الفتره دوت او وقت الفتور. فدي حاجه يعني بتصيب معظمنا، يعني مش كلنا، يعني اظن لا كلنا. لا كلنا كلنا بيعدي علينا الوقت اللي هو يعني مش جدعنه ولا لا، ده بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هي لا بتصيبنا كلنا يعني. وحاجه بتحصل كتير، مش حاجه اللي هي بتحصل مره في العمر او لا، هي حاجه بتحصل كتير، ممكن تحصل في اليوم، ممكن تحصل صح. في وقت ما، في يعني فتره اطول من يوم. يعني في اوقات ممكن تصيبك في وقت صغير كده وتعدي، في اوقات ممكن تصيبك في وقت اطول. صح. فلازم يعني نبقى عارفين يعني اللي هو ايه اللي بيحصل لنا ده ليه، وازاي نقدر نتعامل معاه. مظبوط. يعني هو ده الحاجه الاساسيه يعني. هي بس المشكله ان احنا لما بتصيبنا الحاله دي في كده بعض الحاجات بتيجي معاها، يعني انت هو كده ايه لوكشه، انت ما بيجيلكش احساس الفطور ده لوحده، لا بس بيجي معاه كده خوف، بيجي معاه قلق، بيجي معاه كده احباط، فده كله جاي من الفطور او بسبب الفطور او بيجي معاه يعني. ما هو بص، هو عارف انا بحس دايما الفطور دوت يا يتلحق فيودي خالص لبعد، يا ما يتلحقش فيودي البعد، يا يتلحق وترجع تاني، فاهم؟ فهو بيبقى ماشي كده الموضوع في اتجاه اللي هو ايه، اتجاه الاحباط، اتجاه ان انا مش عارف احس. فشطني ايه، يفضل يقربني من ناحيه اللي هو ان انا ابعد اصلا خالص، فاهم؟ يعني انا زمان كان الوقت اللي هو
ان انا مش هقول لك ان انا هيحصل لي فطور، بس اللي هو انا بكلمك بس على فكره كلام الشيطان مع الشخص والوسوسه اللي بيوسوسها. ان انا اوقات كنت اعمل ذنب ما، فلاقي الشيطان اللي هو عايز يخليني ايأس، فاهم؟ فيقول لي ايه، انت عملت الذنب دوت وانت عارف ان ربنا مطلع عليك، فانت مش خايف من ربنا، يا ساتر. فانت بتصلي ليه؟ اصلا ده بص مش السكرو مؤمن. انت مش مؤمن. انت خليك واضح مع نفسك، انت مش مؤمن، فاهم؟ هو دي الدخله بتاعت الشيطان. فهو لما انت تحس بفطور، انت مش عايز تروح، مش عايز تعرف تركب الزحليقه، مش عايز تروح في السكه دي، مش عايز تروح في سكه اللي هو انا كده دلوقتي، انا كده بصلي، انا صلاتي كده مش مقبوله، انا مش حاسس بصلاتي، صلاتي كده وحشه، فانا كده مش هصلي، او انا هو ربنا هيسامحني على الكلام ده. تفضل تخش احاسيس يعني جواك وحشه، زي ما انت قلت كده، خوف، جزع، يأس من رحمه ربنا يرحمني ومش هيرحمني. يعني سبحان الله. انا كنت بدور على الكلمه اللي هو، فقمت مدور بالمقطع لا يمل حتى، بس لان انا فاكر ان في حديث للرسول بيقول ان الله لا يمل حتى تملوا. وانا فاكر ان انا لما سمعته كان سمعته يخص بالاستغفار، يعني اللي هو يذنب مش عارف الحديث نصا يعني ما معناه، اللي هو يذنب مؤمن ذنبا فيستغفر فيغفر الله له، ثم يعود الذنب فيستغفر فيغفر الله له، ثم يرجع للذنب فيستغفر فيغفر الله له، وان الله لا يمل حتى تملوا. بس انا لما جيت ابحث بالمقطع ده لقيت سبحان الله في احاديث كتيره الرسول كان بيديم على تكرار الكلمه دي. فمن ضمنها يعني عن عائشه ام المؤمنين في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امراه، قال من هذه؟ قالت فلانه تذكر من صلاتها، يعني بتقول له دي بتصلي وكذا وكذا. قال مه عليكم بما تطيقون، يعني هي ذكرت له من صلاتها ان هي بتصلي كتير قوي، فالرسول يقول لها مه يعني تعملوا ايه؟ عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان احب الدين اليه ما دام عليه صاحبه. يعني برضو فكره الديمومه والاستدامه يعني. فلا مذكوره كتير جدا يعني فكره وفي برضو بسم الله الرحمن الرحيم فإن الله لا يمل من الثواب حتى تمل من العمل. فسبحان الله مذكورة كتير جدا يعني. فبحس دي أكتر حاجة بتطمن، إن أنا يعني في الفطور أو المقلق كده، واللي هو زي ما أنت قلت اللي هو يا عم أنت ده منظر حد بيحاول يأتسي برسول الله ولا واخد قدوة، ده قدوة إيه بقى؟ ده أنت على الله خالص يعني، ويعني وأنت على الشيطان حتى مش على الله، أنت في مرتبة أدنى يعني. فقعد أفتكر إن إيه، ان الله لا يمل حتى تملوا. فانت ايه، طالما انت ما زهقتش ربنا مش هيزهق، ارجع له يعني وان شاء الله ربنا يردنا اليه ردا جميلا باذن الله يعني. انا عاجبني ان انت بتقول اللي هو فكره الديمومه وان قل، وكاننا لسه كنا قايلينها في الحلقه ديت، بس هو احنا كنا لسه قايلينها بس في الحلقه اللي فاتت. لا تعمل تتابع الافكار يعني. لا بس انا كان قصدي بشكل عام ان يعني الحمد لله انه حديث معروف شويه، فكره ان احب الاعمال الى الله اعملها وان قل، ادومها وان قل. صحيح، ادومها وان قل. وفي برضو مع الخوف والجزع واليأس ده بيجي معاه فكره في بقى ايه ناس تانية اللي هو يرفض الفطور ده. فانت ربنا اصابك وابتلاك بهذا الفطور، فانت ايه استنكار بقى، فاللي هو لا انا اتعب ليه؟ ما انا خلاص، ما انا رجعت لربنا، او ما انا خلاص ما انا ماشي كويس، ليه اتعب؟ فلا سبحان الله دي من طبيعتنا يعني. استغراب اللي هو مستغرب ليه او اللي بيحصل معاه كده. صحيح. يعني في اوقات بيبقى مستغرب انا طب المفروض اعمل ايه؟ طب هو انا ليه انا ايه اللي وقعني؟ انت بتقعد تسال انا ايه اللي وقعني يا رب؟ ما انا ماشي صح، ما انا ماشي صح، هو بعمل انا ايه اللي وقعني؟ يعني تصدق والله انا تتابع الافكار دي لسه جاي لي دلوقتي حالا، اللي هو تفتكر ايه اللي وقعك؟ هو اللي انت قلته ده، اللي هو ايه يا رب ما انا بعمل. فانت ممكن تكون فعلا انت اتكلت على الاعمال، فاللي هو انا عشان بعمل كويس وعشان ماشي صح وعشان بقرب لربنا، فاذا انا لن افطر وانا هبقى كويس والحياه تبقى وردي، وان شاء الله ربنا يرزقني خير الدنيا وخير الاخره، وان شاء الله ربنا يرزق خير الدنيا وخير الاخره. بس جاس وات من خير الدنيا مثلا ان انت تحس بالفطور ده، يمكن عشان ربنا فعلا من ضمن الحاجات اللي بيردك اليه بيفكرك ان انت مش لوحدك، انت ما تتكلش على نفسك قوي، ربنا يفضل
دايما في الصوره يعني، إحنا وان كان هو ده مشكلتنا- الاصل يعني. مشكلتنا ان احنا دايما عارف عندنا ايه، متخيلين ان 1+1 يساوي 2. مثبتينها في معادلات كده. احنا انا لو مشيت كويس ربنا هيكرمني. دماغنا فاللي هو دايما متخيلينها كده. متخيلين ان احنا اول حاجه انا يعني مثلا عديت الطريق خلاص، فاذا انا وصلت الناحيه التانية خلاص. طب ما في حاجات كتيره قوي في النص، في عوامل كتيره قوي مختلفه وربنا متحكم فيها، احنا ما لناش يد فيها خالص. لا احنا بنتجاهل الحاجات دي في تفكيرنا، اللي هو بنمنطق المواضيع زياده عن اللزوم. بس هي دي الفكره. وبنتخيل ان احنا دايما انت شايف نفسك اللي هو ايه، اللي هو انت تقدر تناولني ازازه كوبايه الميه دي. طبعا اقدر. يعني مش كده، ادي ايديا بتتحرك، تعرف تمسك الكوبايه واعرف اناولها لك. ما بوقفش لحظه كده اللي هو ايه، يعني كل الحاجات دي اصلا بايد ربنا يعني. ان شاء الله يا رب. فاهم يعني بالصوت بسجل فيهم جمعه وسوره الكهف يعني. ان شاء الله. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. يعني سبحان الله. فاحنا دايما بس الحته ديت بنتكل على نفسنا زي العزومه، بنتخيل ان احنا عندنا يعني كاننا مسيطرين على زمام الامور، واحنا لا نملك من الامر شيء. صحيح. بس فانا برضو في احساس، هو الاحساس ده مش مشكله يعني. احنا دلوقتي انا حاسس ان احنا بنذكر المشاكل اللي بتؤدي او اللي هي بتحصل مع الفطور. ايوه اللي بيجي معاها يعني، او بيكون مسبب ليها. انا عندي مصاحب يعني، حاجه مصاحبه للفطور، بس هي مش مشكله. يعني ان انا بزعل قوي، فاهم؟ بزعل قوي لما يحصل لي فطور. عارف ببقى حزين، ببقى عارف اللي هو ايه يعني. انا في تاثر في حاله عدم الفطور، اللي هو بيبقى تاثر اللي هو ايه، وانا يعني بتذلل ربنا في طلب اي شيء، اذا كان في الاخره او في الدنيا. ويعني ببقى دايما عندي تاثر دوت. في فترات الفطور ببقى زعلان ان انا ما عنديش التاثر ده، ما عنديش القرب ده، ببقى زعلان ان انا عندي فطور. فببقى حزين، فاهم؟ وده اللي بيؤدي ليا باللي هو واحد من الحاجات اللي احنا هنقولها كمان شويه في الحلول هسبق، اللي هو موضوع الدعاء. ده اللي بيخلي انا ما ببقى حزين قوي من فكره الفطور ديت، فبفضل كل شويه احاول ادعي عشان يعني نفسي. هو برضه خد بالك، القرب والتاثر نعمه كبيره قوي. صحيح. خلاص، وفيها نوع من المتعه. يعني انت بتتبسط جدا لما تكون انت بتأثر بالقرآن، بتتبسط جدا لما تكون يعني حالك مع ربنا كويس، وبتزعل لما تكون حالك مع ربنا مش حلو، فاهم؟ ففي جزء كده انا عارف ببقى ايه، صعبان عليا ان النعمه ديت دلوقتي مش موجوده عندي، وبحاول اطلب من ربنا ان هو ايه، انها ترجع لي تاني. ان انا نفسي ان انا اسمع وانا اقعد اتدبر في ايه معينه من القرآن واحس بيها يعني قوي، فاهم؟ ففترة الفطور لما بيحصل الفطور ما بيكونش موضوع كده، بيكون الوضع أصعب، إن أنت تستحضر معنى معين يعني وتحس بيه بجد، بتبقى صعبة جدا يعني. بس طيب أسباب بقى. قبل أسباب يعني كنا بنتكلم على النقطة بتاعت الاتكال على النفس. فيمكن الناس ممكن تكون تسهو عنها، بس الرسول صلى الله عليه وسلم يعني دعاء بيأمرنا ندعي به في أذكار الصباح وأذكار المساء. فهو حديث صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: يا نبي الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بعتذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يعني مع كامل احترامي، لا ولا حتى احترامي، مع كامل استهزائي بجميع الناس يعني بتوع الثقة بالنفس والسيلف كونفيدنس، وان انت لا معلش كده تواضع واستهد بالله. والرسول بيأمرك وبيقول لك تدعي: يا رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، طرفة بس، عين ترمش بس، يا رب أنا مش عايزك تسيبني لنفسي الحبة دي. فما تجيش انت بقى تخالف ده وتقول لا ما وانا اصلا عندي سنين خبره، اصلا انا عندي قوه جسديه، زي ما انت قلت، اصلا انا كوبايه الميه دي سهله، ده انا قادر عليها. فالحمد لله. يعني في حديث قدسي، بس هو يعني مكتوب هنا ان هو اورده الشيخ الألباني في السلسله الضعيفه وقال انه ضعيف. خلاص بس قبل ما نقوله، بس هو كان بيتكلم عن ايه، ان هو
ثانية واحدة، ان هو بيتكلم عن يوم القيامة، ان هو في يعني عبد من عباد الله يعني يقف بين يدي الله عز وجل فيقول له الرب ادخلوا عبدي الجنة برحمتي، فيقول ربي بعملي، هو متخيل ان هو بعمله، فيقول ادخلوا عبدي الجنة برحمتي، فيقول بل بعملي، فيقول الله لملائكته قايسوا بنعمتي عليه وبعمله، فيوجد نعمة البصر قد أحاطت بعبادته 500 سنة وبقيت نعمة الجسد فضلا عليه. يعني هو بس نعمة البصر 500 عام من عمله مقايدة قصادها، ولسه نعمة الجسد فضلا عليه زيادة، ودي 500 عام من العمل. فيقول ادخلوا عبدي النار، قال ادخلوا عبدي النار، قال فيجر إلى النار فينادي ربي برحمتكم ادخلني الجنة. يعني كان لازم تقول له بعملي وتتجرجر يعني للنار. انا بتكلم هنا على فكرة ايه، فكرة ان هو يعني ده كمان عمله ايه هو بيتكلم عنه عبادة. انا فاكر ده كان انقطع تقريبا حوالي 70 سنة او حاجه 70 سنة كان بيعبد ربنا فقط يعني. فهو لما اختار بنفسه فاهم وراح قايل ايه بعملي، فتخيل لا وسبحان الله ما هو في حديث مثبت ان الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول نحن ندخل الجنه برحمته، فيقول ولا انت يا رسول الله، اللي هو يا نهار ابيض. طب اعمالنا تيجي ايه في عمل رسول الله والله يعني قال ولا انا، وبكل يعني تواضع الدنيا والحقيقه اللي ربنا بيجريها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المعصوم، فقال ولا انا يعني. فخلينا ساكتين والله. ويعني واحد لما بيثق في نفسه بيصيب نفسه بالمهالك يعني زي يقولوا يعني. الحمد لله. طيب أسباب، عايزين نخش في الأسباب. والله يعني ما هي الفتور دي يعني من ضمن الأسباب، بس احنا دي طبيعتك البشرية زي ما قلنا، دي من طبيعتك، وهي دورة وبتلف عليك وبيجي لك في أوقات عشوائية أو في بعض الأسباب يعني بتسببها يعني، بس أنت عشان يعني منغرس في الدنيا زيادة يعني بطبيعة الحال هتصيبك بشيء من الفتور في العبادة أو الفتور في العمل الأخروي، أو إنك تبقى فاكر هو لماذا نحن هنا. اللي هو أنت تكون مركز ومظبط النية ونازل أشتغل بنية السعي على قضاء الحوائج بتاعتي وبإذن الله فأنا كده في سبيل الله، فجأة تلاقي نفسك بتجري ورا القسط بعد أسبوع التالت دوامات ميتنج شغل مش عارف ايه مواقف بايخه بتحصل اسفين، تلاقي ان انت لا والله انا بسدد الاقساط اللي عليا. تنزل ليه انت ليه قايم الصبح وضارب نفسك يعني 100 بوكس عشان تنزل من البيت تقول عشان عليا اقساط؟ ما تقولش عشان ايه، لا والله اصل انا بكفي نفسي فانا بسعى لاخرتي. فلا يعني فرق كبير يعني. فطبعا دي من ضمن الحاجات اللي بتخلي اصلا حتى لما تجيلك الفتره دي تطول معاك. وبشكل عام طبعا الابتعاد عن اللي هو ايه المجالس الصالحه، فاللي هو سبحان الله يعني ان مجالس العلم او مجالس اللي يذكر فيها اسم الله تحفها الملائكه، وان في الاخر يعني الملائكه تقول ان ربنا بينادي والملائكه يقول ايه اغفروا لعبادي جميعا يعني، فيقولوا يا رب بينهم جليس انما جاء لحاجه، يعني ده كان جاي عشان حاجه تانية، هو بس قعد معاهم كده او كان معدي وقعد معاهم. فقال هم القوم لا ايه، انا نسيت سبحان الله فاكره جدا يعني. هم القوم لا يشقى جليسهم. فسبحان الله يعني انت طول ما انت في مجالس الخير حتى لو انت في فطور ومش مركز معلش يعني شوف صحبة كويسة خليك معاها وخليك ماشي في الفترة اللي انت فيها واقع يعني، ولعل رؤيتك ليهم بعون الله يعني هتقومك تاني. يعني بقى برضو على ذكر برضو سورة الكهف والنهاردة الجمعة اللي هو الآية الآية 28 اللي هي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني أمر مباشر. يعني بص دليل الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي صبح وظهر وليل اصبر نفسك معاهم. حتى يعني يبدو ان صحبتهم برضه مش هتبقى سهله، فهو بيقول لك ايه يعني واصبر نفسك يعني جاهدها معلش وخليك مع الفئه دي يعني. ولا تعد عيناك عنهم، ما تبصش بره للناس اللي تريد زينه الحياه الدنيا والناس اللي ربنا اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا لا تطيعهم. هو انت بتحاول، هو الموضوع مش سهل
عشان برضو نبقى واضحين. صحيح. فبالتالي محتاج يعني تصبر نفسك مع ناس، وناس هتفكرك وهتفكرهم يعني الاجواء الايمانيه هتخليك دايما تبقى ابعد عن ان انت يحصل لك فتره، ولما تحصل لك الفتره هترجع عنها يعني ان شاء الله يعني باذن الله. ما فكرتش فيها قبل كده، بس ربنا يبارك له. كان الشيخ احمد الدمنهوري هو اول واحد نبهني للموضوع ده، ان سوره العصر بتتكلم عن الصحبه الصالحه. عمري ما فكرت فيها يعني. والعصر ربنا بيحلف ان الانسان لفي خسر، انسان واحد. فاللي هو ايه يعني، كان تفسير الشيخ لكده يعني في المجلس ان الانسان لفي خسر، يعني كل الناس خسرانه من الاخر كده. الانسان كل الحد اسمه انسان خسران الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللي هم الصحبه. فالناس بتتواصى بالحق وبتتواصى بالصبر يعني. الصحبه بتتكلم على اساس الجمع، ان هو يعني ان هو ربنا سبحانه وتعالى ما قالش الا الذي مثلا اللي هو الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. انا قصدي فكره الصحبه فيها فكره اللي هو الجمع. اصلا انت هو ربنا لما يقول تتواصوا بالحق، فانت حتى يعني هو انت ممكن توصي نفسك بالحق، تفكر نفسك بالحق، يا ريت ماشي يعني. بس ما كانش هتبقى اسمها تتواصوا يعني. احنا كلنا بنتواصى وبنوصي بعض، انت توصيني وانا اوصيك يعني، تفكرني وافكرك وخلافه يعني. سبحان الله. يعني انت عارف فكرتني برضو بحاجه اللي هو كان بيقولها الباشمهندس ايمن في اللي هو وعي المسلم المعاصر، اللي هو بيتكلم على فكره اللي هو ان احنا مجتمع ديننا بيأمرنا بالنصح. وان احنا في حاجه كانت مفهوم كده عجبني قوي اول مره اسمعه، يعني كنت اول مره اسمعه ساعتها، اللي هو بتاع الاسر الممتده. ايوه صح. ان احنا المجتمع بتاعنا فيه اسره ممتده، هو اسره كبيره، هو كله عباره احنا كلنا اخوات، فاهم؟ وكلنا لما يكون حد طفل صغير ماشي فده زي ابني، فانا بتعامل معاه زي ابني، فبنصحه بشوفه يعني، بتكلم معاه، ولو بيعمل حاجه غلط بنصحه، ولو بيعمل حاجه كويسه بشجعه، لان احنا كلنا مجتمع بينصح بعضه، فاهم؟ اللي هو وكنت خير امه انزلت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فاهم؟ فاحنا يعني دي حاجه خير كبير قوي في امه الاسلام، ان هي فكره ان هي امه، فاهم؟ احنا مش فرد، احنا حاجه من اسرار قوتنا جدا هي فكره ان احنا امه، لان هي ليها يعني قوه كبيره جدا ان انت تبقى انت مش فرد في الاخر، فاهم؟ فانت في ناس بتساعدهم وفي ناس بيساعدوك بس. يبقى احنا قلنا كده من ضمن الحاجات اللي هتخليك تطول في الفتره دي الفتور، او اللي هو للاسف هتجلبه عليك زي ما قلنا، يعني انك تنشغل بالدنيا بشده، او ان انت ما يبقاش معاك صحبه صالحه، او بعيد شويه عن الاجواء الايمانيه بشكل عام. وفي من ضمن النقط المهمه الافراط في الكلام. انا شايف اطلع بره الاوضه دلوقتي. احنا الاثنين بقى مع بودكاست ما شاء الله. ما لا بس انا مش بتكلم على الافراط في الكلام، بس انا بتكلم على كل الحاجات اللي انت هتقولها دلوقتي. انا حاسس ان انا يعني ربنا يعافينا والله العظيم يعني. بس الافراط في الكلام والطعام والمنام والخلطه، وفيها تفصيل يعني، اللي هو ايه، كثره الكلام تقسي القلب. فده بشكل عام يعني الناس اللي عماله ايه، اللي هو حتى بنقولها بالعامي، كانت تتكلم كتير تغلط كتير يعني. وكثره الطعام تثقل عن العباده، ودي مش حابين يعني. ادينا خارجين اهو من رمضان، فالمفروض يعني الناس بالفعل حست ولمست ده. وكثره المنام تضيع خيرا كثيرا، لان انت ما بتنام بالليل، فيعني بالليل ده انت اولى تكون بتتعبد فيه يعني. كثره الخلطه لا حد لمفاسدها. فالخلطه هنا يعني انك تكثر من مخالطه الناس يعني، ونعلم تحت كلمه الاكثار، لان في الاخر يعني من خالط الناس وصبر على اذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على اذاهم. فهنا في كثره من منام او الخلطه او الطعام او الكلام بشكل عام يعني مضره جدا يعني. فانت طول ما انت لو طول الوقت وسط ناس ورايح وجاي، وانتوا رايحين فين، طب انا رايح معاكم، وجايين فين، جايين معاكم، يعني صعب تلاقي ناس مشغوله طول الوقت كده بالحق وتفضل معاهم طول الوقت يعني. فبشكل عام يعني حتى الرسول كان اشار اليها في حديث من الاحاديث، لما كان بيقول كان بينصح يعني حد من الصحابه، وكان بيقول له فليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. خليك في البيت يعني، وابكي على خطيئتك، وكفايه الاخطاء اللي انت عملتها يعني. فربنا يعيننا ان شاء الله، ونحاول نلتزم بدي، وان في اخر فترات الفطور دي ربنا
يعافينا عنها، وان هي باذن الله يعني لما تحصل لنا تكون فترتها متحمله باذن الله بالنسبه لنا، واحنا يبقى عندنا يقين ان لا يكلف الله نفسا الا وسعها يعني. هقول بس تعليق على كل نقطة من الأسباب اللي أنت قلتها. بس كثرة الكلام، لما حد بيكثر كلامه أكيد هيطلع كلام بدون الفايدة، اللي هو يدخل يندرج تحت بند لغو الحديث. فدي حاجة. كثر لغته. كثرة الطعام. كان في حديث عن السيدة عائشة اللي هو أنا مش فاكر نص الحديث، بس اللي هو مش حديثها هي، مش عن الرسول يعني. إن هو دي أول بدعة أول بدعة في الإسلام، إن هي إن الشبع. وأظن إن يعني إحنا لو في مجتمعنا في ناس اللي هو كلهم يعني أكتر اهتماماتهم هي الأكل، وده بيأثر على صحتهم، دي مش حاجة يعني صحية. وده كده برضو مش حفاظ على أمانة ربنا اللي هو جسمنا اللي هو مديهولنا، اللي احنا نبقى قادرين نمشي ونتحرك بسهولة. فدي حاجة. الحاجة التانية ان هو فكرة تثقل عن العبادة. أظن احنا بنشوفها في رمضان بالذات بالتحديد، يعني في وقت التراويح لما حد بيجي يصلي يقضي يفطر في المغرب فطار تقيل جدا، ويجي بقى يصلي التراويح العشاء والتراويح، يلاقي نفسه يا بينام يا مش قادر يعني. لان احنا كمان يعني عاداتنا للاكل للاسف فيها حاجات كتيره جدا غير صحيه في مصر بالتحديد، يعني نحط زيوت كتيره ونحط حاجات، فبالتالي دي حاجات كلها بتخلي الواحد عنده خمول كده. فهي بتخلي الواحد نشاطه العام كله يبقى فيه خمول، اذا كان بقى خمول جسدي او خمول عقلي. وبيؤدي للنوم اكتر اللي هو برضو الحاجه الثالثه. فتخلي الانسان ينام يلاقي نفسه اللي هو نايم 13 ساعه و12 ساعه وارقام مش طبيعيه، او حتى لو نام يعني عدد اقل يبقى صاحي هو ما عندوش كامل طاقته. فاخر حاجه الخلطه، لا انا ما عنديش اضافه فيها اللي انت قلت. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل ايه؟ احنا عرفنا ان في فتره، وعرفنا ان ليها اسباب، وعرفنا ان هي والله من طبيعتنا. ايه الكلام؟ هو اول حاجه اللي انت قلتها ديت اللي انت قلتها اللي هي عرفنا ان هي من طبيعتنا، لان في ساعات زي ما احنا قلنا شويه يعني فوق في المشكله نفسها ان هو جلد الذات. احنا فكره ان احنا بس نعرف ان هي شيء طبيعي ان هو يحصل، دي بتقلل عندنا فكره جلد الذات عليها، وان احنا نفضل نمل ونيأس من رحمه ربنا. فاحنا لازم بس ندرك ان حاجه بتحصل، عشان في ناس ساعات اللي هو ايه يتخيل ان دي حاجه حصله هو لوحده، وان كل الناس اللي حواليه دول كلهم يعني دايما في اعلى درجات الايمان واعلى درجات اللي هو التاثر وهكذا. فلازم بس نفهم ان هو دي حاجه بتحصل وطبيعي ان هي تحصل، عشان ما نزودش في فكره يعني لومنا لنفسنا او جلد ذاتنا. فدي اول خطوه، القبول. انت هتتقبل ده يعني. وسبحان الله يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ليه حديث برضه في النقطه دي، اللي هو ان لكل عمل شره يعني همه، ولكل شرة فترة اللي احنا بنتكلم عنها. فمن كان فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. كان لقى الحديث ده عبد الله بن عمرو في صحيح ورواه الألباني صحيح الجامع، وحديث تصنيفه صحيح يعني. فسبحان الله انت من بعض الأوقات هتحس بنفسك همة، وبعض الأوقات تحس بنفسك فترة. فالرسول قال لك ايه؟ ما كلمكش عن فترة الشرة يعني فترة الهمة، قال لك لا خلينا فترة الفترة. من كانت فترته إلى سنتي، فالقصد هنا ان انت تعبان، انت مش قادر، فالفترة بتاعت الفترة اللي انت فيها دي ما تقطعش قدر الامكان اي حاجة كنت بتعملها. عايز تقلل من كميات، قلل. كنت بتتبرع بالجنيه ب5 جنيه تبرع بجنيه. كنت بتصلي السنن كلها وبتطول فيهم، صليهم بالفتح وقل الله احد، بالاساسيات الصلاه. كنت بتعمل كذا كذا كذا، كنت بتقعد مع بنتك او مع زوجتك ساعتين في اليوم، خليها ساعه عشان انت مش قادر مثلا. يعني احنا بنتكلم بشكل عام. فالفكره ان في فتره الضعف دي تكون على هدي رسول الله اللي هو فكره الديمومه، وان انت الشيء اللي انت بتعمله ده ما تقطعوش. هي بس انا عايز اوضح بس معنى كلمه شره دي، اللي هو يعني الحاجه اللي فيها همه كبيره، صح؟ اللي هو الحاجات العاليه اللي انت كنت بتقولها. ماشي. فده كده ايه اول حاجه، اول شيء احنا قلنا ان احنا ايه نتقبل،
وفي نفس الوقت نمشي على هدي رسول الله في ان احنا عليه الصلاه والسلام ان احنا ما نقطعش خالص. اي حاجه كنت تعملها مواظب عليها، قللها بس انت مواظب يعني طبعا بحاول بقدر الامكان يعني ان انت تثبت على اكبر قدر، بس يعني لو خلاص اضطريت ما تقطعش يعني. وبرجاء العلم ان احنا بنتكلم في ما دون الفرائض ان احنا ما فيهاش كلام من الاخر يعني، ولا فيها تهريج خالص يعني. يعني على ذكر اللي انت قلته ده، بس انا دايما بفتكر حاجه اللي هو في حاجات كده اللي هو ايه، يعني ساعات بننسى ان احنا عبيد، اللي هو ربنا فرض علينا شيء فعارف اللي هو ايه، ماشي نفكر فيه كل حاجه، بس نفكر فيه واحنا ايه واحنا بنعمله. يعني لازم دايما ما ننساش ان احنا عبيد. اللي هو يا عم ما انا ديني بصلي له اهو. بتصلي له انت بتصلي لك مبدئيا يعني ربنا مش محتاج صلاتك في شيء بالزبط. ده ان كانت عدله وهتتقبل يعني، ده قصه تانية يعني. بس سبحان الله يعني بتتقال كده احيانا، او ايه يا عم هو انا هبقى في التعب والقدر اللي انا فيه ده وكمان اصوم؟ يعني يؤسفني اقول لك بس يعني. فلا مش بنتكلم طبعا في الفروض يعني. فبالتالي يعني دي ممكن تاخدنا النقطة الثالثة اللي هي بتاعت نقطة اللي هو من ضمن حلول، أهم حلول الموضوع الفترة، هو زي ما أنا كنت بقول لك في الأول إن هو الدعاء، التذلل لربنا، إن إحنا نخرج من الفترة ديت. صحيح. وإن إحنا نرجع تاني يعني بنفس القدر من التأثر وقدر من القرب والحال مع ربنا الحال الكويس وهكذا. فإحنا لأنه في الآخر هو يعني احنا في الاعمال اللي هي علاقه بالدنيا، مثلا انا عايز ان انا مثلا ايه اجيب بيت، انا باخد بالاسباب وبعمل واشتغل وبحاول اجيب فلوس وكل حاجه وبدعي ربنا، بعمل الاثنين دي. احنا بنتكلم في حاجه اصلا هي حال مع ربنا صرف، فهو الاخذ بالاسباب فيها هو الدعاء يعني ما فيهاش حاجه تانية يعني. فهي احنا حتى احنا قلنا ايه شويه حاجات مع النفس اللي هو انت تقبل ضعفك الانساني، باقي الحاجات كلها ليها علاقه بربنا. يعني كل الحاجات اللي احنا هنقولها، احنا قلنا الدعاء والتذلل، دلوقتي هنقول التوكل على ربنا، التوكل على الله وحسن التوكل على الله. فكل الحاجات اللي احنا هنقولها دلوقتي خلاص هي كلها صرف مع ربنا. ايه تاني عندنا الدعاء برضو، بس الدعاء ايه اللي هي يعني لا ما هو كل ده في اخر تحت الدعاء يعني. انا هي كانت جات لي نفس الفكره اللي كنت بكلمك فيها، اللي هو احنا ممكن نتعامل مع الصلاه ده ان هو ايه مصباح السحري. انت دلوقتي دعكته فانت فاتمنى اي حاجه وكل حاجه، وانت متضايق من اللي انت حاسس بالفطور، ادعي ربنا تخرج منه بسرعه. متضايق من كذا ادعي يعني فعلا هي في اخر برضو تندرج في اخر تحت الدعاء من ضمن الحلول يعني. تخشع في صلاتك، ادعي ربنا ان انت ما يعني وانت وسط الصلاه ما تغفلش عنها وتتشغل بحاجات تانية. صحيح. كل ما الحاجات اللي بتصيبك اللي هي لها علاقه بالفتره، ادعي ربنا ان انت يعني تتخلص منها. ولا وفي برضو اللي هو ايه يلا ندعي بيها ربنا. انا دعيت، لا ادعي في كل صلاه وادعي في كل ركعه يعني. فرص كل ركعه وكل سجده دي فرصه لينا ان احنا نستغلها. وتاني ان الله يمل حتى تملوا، وربنا ان الله لا يمل. اسف لا ان الله لا يمل حتى تملوا، وربنا عايز ده ويعني وعارف انك هتذنب ومتوقع منك ده، وعارف انك هتفطر ومتوقع منك ده، وخلقك كده سبحان الله يعني. انا دايما الفكره دي برضو من الافكار اللي هي كنت دايما بقعد اتفكر فيها، ان هو يعني ربنا سبحانه وتعالى نزل لنا كلمنا في كتابه في القرآن الكريم، وهو الغني عن يعني إيماننا كلنا. صح. وفي الكتاب في القرآن يعني في مواضع كتيرة جدا بيدعونا للتوبة ليه، بيدعونا بالإيمان بيه اللي هو أصلا في منفعتنا احنا وهو غني عنه. سبحان الله والله. وبكل الطرق نعتبر من اللي هو الأقوام السابقين وقصص الأنبياء والطرق اللي هي وكلمنا عن السماء والشمس والقمر والنجوم وكل الحاجات ديت فيها بيقول لك الحاجة اللي تنفعك انت. فاهم سبحان الله وهو الغني يعني. فالفكرة دي كانت دايما يعني بتفكر فيها بحس بمدى رحمة وكرم ربنا علينا والله. في حديث صحيح في ذكره الألباني إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. فيعني
فانا يعني سمعت حديث وحديث جميل وبتاع، بس لما حد اسهب في الشرح فيه اللي هو تخيل ملك عظيم يملك كل حاجه، وحد دخله وقف قدامه وسجد وركع ودعا ومد ايده وطلب من الملك ده اي حاجه، وزياده على ده ان الملك بيحبه، يعني هيسيبه فاضي؟ يعني واي حاجه هيطلبها مش هتضايق الملك في حاجه، ولا هتنقص من ملك الملك حاجه، هيديها له، او لو ما ادهالكش هديك حاجه تانية بدلها، بس هو عمرك ما هترجع فاضي. كذلك قال ربك وهو علي هين. سبحان الله. يعني الجمله دي يعني بجد قويه جدا. يعني بص، هو متخيل خالص اللي هو ازاي انا كبرت في السن وامرأتي عاقر، كذلك قال ربك وهو علي هين. بس هي دي بس ببساطه، كن فيكون. كان دكتور رامي اسماعيل كان بيتكلم برضه على الآية دي، اللي هو يقول كذلك قال ربك وهو على يعني اللي هو ايه، مفيش اسباب يعني، بس هو ربنا قال كده هيحصل، يعني الملك بيبلغ. والله هو سيدنا ابراهيم بيسأل الملك يعني معقول انا عجوز وهي عاقر وهنولد؟ كذلك قال ربنا قال كده، خلاص فصل قول فصل خلصت. سبحان الله يعني. طيب، ويعني اخر حاجه اللي هو يعني مصاحبه القران، اللي هو القران في اوقات زي ما احنا يعني عمالين دلوقتي بنقول على حاجات احنا بنفكر فيها في اوقات واحنا بنسمع او بنقرا حاجات من القران، دايما هتلاقي كده ممكن ربنا يمن عليك وانت بتقرا قران ان في حاجه معينه. يعني ياما قصص عن ناس اسلمت بسبب ايه واحده، ياما. يعني لعل وعسى ربنا يفتح عليك وانت بتقرا القران ومصاحبه دايما، وعندك ورد يومي او يعني دايما بتقرا القران، انت تصيبك يعني حاجه من النعمات ديت، يعني فاهم حاجه من النعمات ان انت ربنا يفتح عليك في ايه معينه، تلمس معاك حاجه معينه في حياتك انت، او انت تسمع منها حاجه تتفكر فيها فترجع عندك احساس معين او تخليك اقرب لربنا. فيعني ربنا يكتبها لنا جميعا ان احنا دايما نعرف يعني نفهم ونقدر ان احنا نستوعب القرآن يعني، ونكون يعني مصاحبين للقرآن دايما في دنيتنا، يعني عشان اظن ما فيش حاجة يعني اقيم من كلام ربنا ان احنا نكون مصاحبينها في دنيتنا يعني. صحيح. بس يعني هو احنا واخدين كأن اليوزر جايد بتاع الدنيا بجد والله، لان الخالق هو اللي بيكلمك وبيكلمك عن خلقه وبيقول لك تعمل ايه، فيعني انت عايز ايه تاني؟ سبحان الله. ربنا يثبتنا وإياكم ويجعل فترات الفطور بتاعتنا قصيرة وهينة وقادرين عليها، وتبقى على هدي رسول الله إن شاء الله. إن شاء الله. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.